خديجة رضي الله عنها هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشية. عندما بلغ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 25 من عمره، أكرمه الله بزواج مبارك من سيدة من أعظم سيدات قريش، صاحبة النسب العريق والخلق الرفيع والعفة والفضيلة. أعجبت خديجة رضي الله عنها بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، فاستأجرته في تجارتها وحققت ربحا كبيرا. لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم للزواج منها، بل كانت هي التي أعربت عن ذلك. عندما بلغ الأمر للنبي، استشار أعمامه الذين رحبوا بالفكرة، كيف لا، وهي أشرف نساء قريش وأكملهن عقلا وأكرمهن نسبا. لم يكمل من النساء إلا 4، وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في مقدمتهن سيدة نساء العالمين، الزوجة الصالحة والرفيقة المخلصة، وأول من آمن بدعوته حين كذبه الناس، وأول من صدقه حين شكوا فيه، وأول من واساه حين اشتد عليه الأمر. منذ اللحظة الأولى لنزول الوحي، حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف من عظمة ما رأى وسمع، لم تشك لحظة فيما جاءه، ولم تتردد في تصديقه، بل قالت كلمتها الخالدة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم مضت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، الذي أخبره أن ما نزل عليه هو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، فكانت أول من بشره وأول من آمن به، ووضعت ثروتها كلها بين يديه ليستعين بها في سبيل الله. وحين أطبقت قريش حصارها القاسي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب، لم تتردد لحظة في أن تكون معه، تعاني الجوع والعطش والحرمان، وتنفق مالها كله حتى لم يبق لها شيء، فكان لها في قلبه مكان لا يزول وحب لا يندثر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرتي على خديجة من كثرة ما كان يذكرها. كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أبنائه ولدوا منها، وهم القاسم وعبد الله ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. عاشت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة تسانده في دعوته، ولم يتزوج عليها طوال حياتها رغم شيوع التعدد في ذلك الزمن. لو كان يحب التعدد لما اكتفى بها في شبابه. ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لخديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها، وكان حزنه عليها عميقا لدرجة أن العام الذي توفيت فيه سمي عام الحزن. لم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، وكان كلما ذكرها دمعت عيناه شوقا ووفاء، كما كان يكرم صديقاتها، يرسل لهن الهدايا والصدقات ويذكرها بالخير قائلا: إنها كانت وكانت ورزقت منها الولد. فظل حبها حيا في قلبه حتى بعد رحيلها.